ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بفتيك كداب من ربع كيلو مفروم بس. هنا انا حطيت في الكبه ربع كيلو مفروم لحمه، بصلايه صغيره كده مبشوره ومصفيها كويس جدا من الميه، بيضايه، معلقه صغيره بيكنج باودر، ودي مهمه جدا عشان ما تخليش اللحمه مكتومه. البهارات ملح وفلفل والسبع بهارات بس، مش بحب احط بهارات كتير مع البفتيك. هنا معلقتين كبار بقسماط ناعم، هنضربهم كويس جدا 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 في الكبة، هيطلعوا بالمنظر ده. هنحط كيسة كده زي ما انتوا شايفين على الرخامة، نحط عليها نقطة زيت عشان تسهل كده عليا ان انا اعرف افردها. عايزين بقى تفردوها بحجم كبير جدا براحتكم، مفيش مشكلة، عادي جدا. هنا انا بحبها بالحجم ده. هنشيلها بقى ونحطها على ايه، على كيس كده. هعمل واحدة تانية كمان قدامكم، بجد جميلة. وربع كيلو اللحمة المفرومة دي عملت معايا بالظبط 11 واحدة. هاتي ربع كيلو مفروم وان شاء الله هيطلع معاكي كمية كويسة جدا جدا، حلو جدا. هعمل بقى الكمية كلها، ولازم ادخلها الفريزر مدة لا تقل عن ساعة او ساعتين، ده لازم عشان تعرفي تشتغلي فيها في خليط البيض والبقسماط. هنا بقى بقسماط عليهم معلقة كبيرة نشا، ومعلقتين كبار دقيق، وده خليط البيض على اللبن. شايفة بقى اتجمدت ازاي؟ انا حطيتها بالظبط ساعتين في الفريزر، اتجمدت جدا. انا بقى عارفة امسكها كويس جدا واشتغل فيها عادي براحتي. والنشا هنا بجد بتساعد ان هي تتقرمش قوي، يعني النشا بتخليه مقرمش جدا حتى بعد ما يبرد. بجد بيبقى طعمها ما تفرقش حاجة عن البفتيك الاصلي، يعني يعتبر زيها. ومن ربع كيلو مفروم هيعمل معاكي كمية يعني حلوة جدا جدا، يعني غدواية هتكفي كل العيلة بإذن الله. هنا بقى نحطها في الزيت، ما بتاخدش وقت كتير خالص على النار، اصلا لحمة مفرومة واللحمة المفرومة بتستوي بسرعة. الخلطة مش هتفك منها ولا اي حاجة اهي زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله طلعت الكمية دي معايا، شايفين شكلها جميل ازاي، ولونها حلو جدا جدا ومستوية، كله بصراحة ما شاء الله كانت جميلة جدا. شايفين حلوة ازاي؟ اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم. حلوة جدا. كل ده من ربع كيلو لحمة مفرومة بس. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة.